واش عمرك تسألتي علاش المغرب قدر يحافظ على نفس النظام السياسي لأكثر من 3 ديال القرون، بينما الجزائر رغم ثورات عظيمة وتضحيات هائلة ما قدرتش تبني استقرار سياسي طويل المدى؟ واش المشكل في الأشخاص ولا في النوايا أو لا في شي حاجة أعمق مرتبطة بطريقة بناء الدولة نفسها؟ في هذا الفيديو غادي نديرو مقارنة تاريخية ما بين النظام العلوي في المغرب والنموذج البومدياني في الجزائر، ماشي باش نحكمو ولكن باش نفهمو. السؤال المركزي هو: لماذا نجح النموذج المغربي في الاستمرارية بينما تعثر النموذج الجزائري بعد مرحلة بومديان؟ والفرضية اللي غادي ننطلقوا منها بسيطة، أن الفرق ما كانش في الأشخاص بل في طبيعة الشرعية السياسية وفي العلاقة ديال كل نظام مع التاريخ، المجتمع ومع الزمن السياسي. نبداو بالشرعية السياسية. المغرب العلوي تأسس على شرعية تاريخية ورمزية: البيعة، النسب، الدور الديني والسياسي للمؤسسة الملكية. هاد الشرعية ماشي مثالية ولكن عندها ميزة كبيرة: المرونة وقابلية التجدد. في المقابل النظام البومدياني في الجزائر قام على شرعية ثورية، شرعية حرب التحرير، السلاح والانتصار على الاستعمار. المشكل هو أن الشرعية الثورية قوية في البداية ولكنها تستهلك بسرعة، وحين لا تتحول إلى عقد سياسي مدني كتولي مجرد ذكرى مقدسة تستعمل لتبرير السلطة. كاينه مسألة ديال بناء الدولة. المغرب اختار منطق التراكم لا القطيعة. الدولة تطورت خطوة بخطوة بالأخطاء ديالها والإنجازات ديالها ولكن دون تدمير البنية القديمة. كاين استمرارية، المخزن، النخب، المؤسسات، حتى الأعراف الاجتماعية. أما الجزائر بعد الاستقلال فمشات في طريق القطيعة مع كل شيء، قطيعة مع الماضي العثماني، مع الاستعمار الفرنسي، وحتى مع المجتمع التقليدي. الدولة مخرجتش من المجتمع ولكن تفرضت عليه من الفوق عبر الجيش والحزب الواحد. كاين طبيعة السلطة. في المغرب المؤسسة الملكية لعبت غالبا دور الحاكم بين الأحزاب، بين النخب وبين الدولة والمجتمع، وحتى في الفترات ديال التوتر كان الهدف هو تدبير الصراع ماشي القضاء عليه نهائيا. أما في الجزائر البومديانية السلطة كانت قائمة على الهيمنة المطلقة: حزب واحد، خطاب واحد، وحقيقة ثورية واحدة. والنتيجة هو إقصاء السياسة وتحويل الجيش إلى فاعل سياسي دائم، وهو اللي غادي ينفجر لاحقا فيما سمي بالعشرية السوداء، وغادي تدفع الجزائر فيه ثمن باهظ. كاين الزمن السياسي. الدولة العلوية اشتغلت بمنطق الزمن الطويل: الصبر، التكيف، وتفادي المغامرات الكبرى. أما النموذج البومدياني فاشتغل بمنطق الزمن الثوري: قرارات كبيرة، خطابات قوية، ولكن دون مؤسسات قادرة أن تعيش بعد رحيل الزعيم. والتاريخ كيعلمنا أن الدولة اللي كتربط المصير ديالها بشخص واحد كتدخل في الأزمة بمجرد الغياب ديالو. الخلاصة هو أن المقارنة بين المغرب العلوي والجزائر البومديانية ماشي مقارنة ما بين الخير والشر أو لا ما بين الوطنية والخيانة، هي مقارنة بين نموذجين لبناء الدولة: نموذج اختار الاستمرارية والتكيف، ونموذج اختار القطيعة والتعبئة الثورية. والتاريخ في الأخير لا يكافئ الشعارات بل يكافئ الأنظمة اللي كتفهم أن السلطة اللي ما كتجدرش في المجتمع كتولي أزمة مؤجلة. إلى عجبك هذا التحليل دير شي لايك وسبسكرايب وخلي الرأي ديالك في التعليقات. واش كتشوف أن الشرعية التاريخية أقوى من الشرعية الثورية ولا العكس؟ ونشوفوا في شي فيديو آخر.